السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم عند محترف العصافير. كنتمنى تكونوا مزيان وتكونوا في صحة جيدة. بالنسبة للموضوع اللي غنهضروا ليه اليوم هو على الباربلو في الفيشر. يعني الباربلو، شحال بعض الإخوان كيسولوني يعني التزاوج ديال الباربلو مع الباربلو، يعني الإنتاج ديالو اش كيعطي. المهم الإنسان ملي كيبغي ياخد الفيشر، يعني راه الفيشر تتعزل حتى اللون، يعني خلي على الطفرة، يعني تعزل حتى اللون ديال الفيشر، يعني باش تخدم شي تركيبات اللي كيكونوا يعني طالعين مزيان، باش يكونوا حتى الأثمنة ديالهم اللي بغيت تخرج الصغار ديالهم أنه كيكون عليهم واحد القبول في البيع والشراء. بغيتي تبيعهم، بغيتي تحسن من الصفة، يعني كتخدم على الديبار خاصو يكون مزيان. مثلا الانسان ملي كيبغي يمشي ياخد الباربلو، يعني خصو ياخد بعدا الباربلو يعزل الفيولي، ماشي كيبان ليه غير العامل ديال الباربلو يعني كيشوفو. يعني الباربلو راه تا هو فيه الدوبل فاكتور والسينجل فاكتور، والفيولي تا هو راه فيه الدوبل فاكتور والسينجل فاكتور. يعني فيولي دوبل وكاين فيولي سينجل. يعني الانسان ملي غادي يعزل الطير، يعني فيه هاد الصفه ديال الفيولي، يعني يكون فيولي دوبل. وباش حتى لا بغى يخدم بيه يوصل لواحد اللون، يعني الفيولي مع الفيولي يعني دوبل، تقدر تدخل في الموف. والموف قليل الاخوان اللي كيخدموا عليه. يعني الانسان ملي كيبغي يمشي يشري باربلو، يعني كيبان لي باربلو تيركواز كياخدو، هو باغي غير العامل ديال الباربلو باش انه يدخلوا على بعض التركيبات، يعني باش يدخلوا على الاوبالين، باش يولي يدخل في التركيبه ديال باربلو اوبالين. يعني الانسان يعزل الفيولي، ما يعزلش اي طائر. يعني ملي كتكون باغي تدرس يعني الالوان وبالنسبه للتركيبات، يعني ما كتبقيش تشري اي طائر كيبان لك، يعني كتاخد واحد الطائر اللي هو مميز. يعني كتاخد الباربلو خودي فيولي، باش تالي درتي ليه شي نتوى تديري ليه تاهي فيولي باش تاخد منه واحد الانتاج. هذيك الساعه ملي كتدخل في الانتاج ديال الموف، تما فين ما بغيتي تركبي على الاوبالين وتم غادي، يعني تشد المسار ديالك. والتجاوج ديال الباربلو مع الباربلو تجاوج شويه خاطئ، حيت الباربلو مع الباربلو اللي جاوجناهم كتفركت التركيبه، كتشتت ما كتبقاش مجموعه. كيولي كيعطينا 50% ديال الباربلو و25% الباربلو و25% باربلو دو، يعني كتشرشم التركيبه. تجاوز الباربلو مع الباربلو هذا هو الانتاج اللي كيعطيك باربلو كيعطيك 50، يعني 50% ديال باربلو و25% باربلو و25% باربلو دو. يعني هذاك الباربلو دو، هذاك راه الا تجاوزتيه راه يعطيك الباربلو، ولكن خاصنا هذوك اللي كيتلاحوا ماشي باربلو خاصنا نجربوهم في الانتاج، باش يبيعوا لك شي واحد بورطور يقول لك ديال باربلو، يعني تنتج بيه او تنتج بيه هو اللي باعوا لك. يعني ملي كيبيع لك الانسان هذاك اللي كيقول لك خارج من العش ديال باربلو، خاصك تعرف بلا التجاوز اللي كان جاوج هو جاوج الباربلو مع الباربلو، ولا جاوج على الباربلو مع شي بياس اخرى وعطاتو داك الانتاج، عطاتو الباربلو الانتاج اللي بقى، يعني باعوا للانسان اخر، باعوا ليه بلا راه خارج من العش ديال الباربلو، يعني راه يعطي الباربلو لا ما يقدرش يعطي. يعني التجاوز اللي كيعطي هو الباربلو دو اللي خارج من العش ديال الباربلو مع الباربلو. باربلو دو كيعطي، الباربلو واحد يعني ما كيعطيش. يعني خاصنا ملي كيخرجوا هادوك الصغار خاصهم تيوصلوا يعني للسن ديال التزاوج، ونجاوجوهم ونشوفوا شكون هو الباربلو وشكون هو الباربلو دو. اذا كان باربلو دو راه غادي يتلاح لنا في العش، يعطينا الاراده ديال باربلو دو. كان باربلو راه ما غاديش يعطي. هو الانسان يعزل. انا تنأكد عليه، يعني كنزيد نعطي للاخوان انه ياخذ الفيولي هو اللي مطلوب، والفيولي دوبل مع الفيولي دوبل راه تدخل في الموف، ولا دخلتي في الموف وكتركبي على الباربلو، يعني شي مستويات زوينه يعني كتخرج لك، يعني وكتم غادي كتدخل واحد، يعني واحد التركيبات اللي كيوليو خاصين بك. حيت هاد الولاعه راه بحر، راه ماشي اي طائر انك تبغي تشري، راه خصك تشري هذاك الشيء اللي خاصك. راه جوج كوبلات ولا ثلاثه راه احسن من بزاف. يعني كيقول لك اللهم كميشه ديال النحل ولا الشواري ديال الدبان، يعني تعمر بزاف طيور وفي الاخر ما عندك حتى شي نتيجه فيها. كوبله كتكون صلاحه وكتعزل المستوى اللي باغي تخدميه، وان شاء الله كتوصل به.
وكان هذا هو الفيديو الاخوان، وما تنسوش تابونوا على خوكم رشيد. فيما كان شي جديد ان شاء الله كنتشاركوه. يلا تشاو عليكم.